السلام عليكم. انت مريض كوليسترول والكوليسترول تعبك، والدواء بيعمل لك مشاكل في العضلات ومشاكل في الكلى وممكن بيعمل لك ضعف. ونزلنا حقن بعد كده غالية شوية، تتاخد كل أسبوعين حقنة اسمها ريباسا، وحقن كل 6 شهور اسمها ليكيفيو. ولكن تمنهم غالي، يعني الريباسا كان بيتاخد مرتين في الشهر. تقريبا الحقنة كان ب 8000 أو 9000. الليكيفيو الحقنة واصلة ل 60000 جنيه تقريبا، وأول سنة بتاخد 3 حقن يعني 180000 جنيه. فدول كانوا بيستخدموا للناس اللي عندها كوليسترول، وخاصة الكوليسترول الوراثي أو الكوليسترول العالي جدا واللي عامل خطورة على الصحة. واللي دواء الستاتين أو دواء الأقراص اللي عن طريق الفم ما كانش جايب نتيجة، أو كان عامل لهم تحلل في العضلات أو مشاكل في الكلى. فلو أنت من الحالات دي، أنا جاي أزف لك خبر جديد حلو، جميل جدا. اي نعم، بعض الدول العربيه مش هيبقى فيها الدواء دلوقتي، ولكن نزل في امريكا بالفعل دواء عن طريق الفم، اقراص عن طريق الفم، بتعمل نفس مفعول الحقن الغاليه دي. طبعا هي لسه نازله جديد، سعرها حوالي $300 في امريكا. ولكن ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله قريب جدا هتنزل في الدول العربيه. مصر وباقي الدول العربيه هيبقى فيها الدواء ده ان شاء الله. هينزل الكوليسترول اقوى من الاستاتين، اقوى من الكريستور، اقوى من الليبيتور، واقوى من الادويه دي كلها. وفي نفس الوقت مش هيبقى ليه الاثار الجانبيه دي. فبالتالي الناس اللي كان عندها كوليسترول وبتشتكي من وجع العضلات وبتشتكي من تحلل العضلات او ضعف العضلات، انا ببشرهم ان الدواء ده ان شاء الله نازل باذن الله قريب. انا عارف ان الدواء لسه ما نزلش، ومفروض ان انا ما اقولش الفيديو ده، ولكن انا فرحت جدا 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 لما لقيت الاف دي اي وافقت على الدواء ده خلاص. والدواء ده اسمه ليب فندرا. هنزل لكم الصورة بتاعته ان شاء الله في اخر الفيديو عشان نبقى عارفينه. فبالتالي بشرى للناس اللي عندها تحلل في العضلات او مشاكل في الكلى من ادوية الكوليسترول، او عندها الكوليسترول الوراثي ومفيش حاجة نافعة معاها، او الحقن غالية عليهم. في اقراص نزلت اهي الحمد لله، وان شاء الله قريب تنزل لبقية الدول في العربية او بقية دول العالم كلها ان شاء الله. وتنزل هذه الاقراص وتكون شفاء للجميع اللي كانوا بيشتكوا من الأقراص اللي قبل كده. بالشفاء. السلام عليكم.